تعالوا النهارده نعمل صوص البيتزا. ان شاء الله النهارده هنعمله صوص. على قد ما هو سهل على قد ما هو مميز جدا. البيتزا بتاعتك لما هتعمليه بيها هتتنقل في حتة تانية خالص، زي ما بيقولوا انسي اي صوص بيتزا عملتيه قبل كده. بجد بجد مميز جدا ورائع وجميل، وهيميز البيتزا بتاعتك جدا. بعد ما هتعملي البيتزا بالصوص ده ان شاء الله مش هتقدري تاكلي بيتزا من بره تاني. يلا بينا نبتدي الوصفة السهلة البسيطة الجميلة بتاعتنا. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا 6 طماطمات، يعني انا النهارده عامله لكم 6 طماطمات. بس طبعا يبقوا صابحين كده وحلوين زي ما انتم شايفين، يعني يبقوا حاجه كده وش القفص زي ما بيقولوا. يعني محتاجه الطماطم تبقى حلوه، ما يبقاش فيها تفعيصات ولا تبقى حاجه بايظه او كده. بعدين بتجيب ميه مغليه مغليه جدا، يعني ميه بتغلي وحط فيها الطماطم دي. الطماطم يا دوبك بتقعد في الميه من 7 ل 8 دقايق. انا مش عايزه الطماطم تدوب ولا تسيح خالص، انا عايزه بس يا دوبك الطماطم بتتشقق، مجرد بس ما بتتشقق. هو ده اللي انا عايزاه. هي بصوا اتشققت ازاي كده، ده اللي انا عايزاه. اللي هو اقدر اقشر القشره بتاعتها بمنتهى السهوله، وبعدين اطلعها من الميه واركنها على جنب لحد بس ما تبرد. انا ما كنتش قادره امسكها من كتر ما هي سخنه. مجرد ما تبرد واقشرها، بجيب الكبه بتاعتي او الحاجه اللي انا بضرب فيها يعني اللي انا بحضر فيها الاكل، واحط فيها الطماطم بتاعتي طبعا بعد ما اقشرها كويس. وبحط معاها مع ال6 طماطمات انا هستخدم 4 فصوص توم، ومعلقه سكر، ومعلقه ملح، ورشه زعتر. بس طبعا يكون زعتر نوع انتوا عارفين يكون حلو، ويا دوبك رشه بسيطه، لان الزعتر احيانا لما بيكتر بيمرر. ممكن تستغنوا جدا عن الزعتر عشان في ناس مش بتحب طعمه. ومعلقه خل صغيره، واضربهم بمحضر الطعام ضرب كويس قوي كده، يعني هم يندمجوا بس كلهم مع بعض. وبعدين كده خلاص انا الصوص بتاعي كده مبدئيا اتعمل. اجيب بقى طاسه على النار، احط فيها معلقه زيت او معلقتين زيت على حسب طبعا الكميه اللي انتوا عاملينها. وبحط معلقه صلصه. الصلصه علشان تدي معايا لون مميز كده للصوص، وساعات بتدي طعم، بس هي الاصل انها بتدي لون. يعني ممكن تستغني عن الصلصه لان في ناس ما بتحبهاش. يعني لو انت مش فارق معاكي اللون انه يبقى غامق، ممكن تستغني عن الصلصه. تحطي الصلصه، تحطي فيها صوص الطماطم، يغلي غلوه. الصوص اللي احنا عملناه ده طبعا اللي هو من غير ميه خالص، بيغلي غلوه. وبعدين توطي عليه لحد ما تبتدي السوائل كده تنشف منه، بيبقى صوص تقيل كده زي ما انتم شايفين، يعني صوص تقيل كده. هو ده اللي انا عايزاه. وبعدين بحط عليه حوالي معلقتين كاتشب. كاتشب بيغير الطعم قوي. انا بحط كمان كاتشب حراق، انا بحب الحاجه الحراقه. بس وكده الصوص بتاعنا خلص وجاهز ان هو تستخدميه. انا يا جماعه بعمل الصوص ده، يعني انا مقسماهم اللي انا حطاه في البوله الازاز دي اللي انا هستخدمه النهارده، والباقي بشيله في الفريزر. انا بعمل الصوص ده بكميه كبيره وبشيله في الفريزر يا جماعه لمده 6 شهور. بتيجي تعملي بيتزا يا دوبك تعملي العجينه وتطلعي الصوص من الفريزر يهدى بس، ياخد درجه الحراره بس بتاعه الاوضه، مجرد ما يسيح بيبقى زي الطازه بالظبط. جميل جدا. اعملوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. وانا متاكده انكم لما هتجربوه هتحبوا قوي البيتزا دي ان شاء الله. باذن الله كده الوصفه خلصت، واشوفكم في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله.